in Egypt and the ambulance is behind you. وبما ان المعركة بتاعتنا معركة وعي، امريكي ده موجود في مصر وعامل حساب على تيك توك مسميه امريكي في مصر، وبينشر عليه مواقف سلبية طبعا بيقابلها في الشارع. من ضمنها الموقف اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، ان الاسعاف واقف في الزحمة ومحدش بيوسع له. There's nobody getting over. We just sitting here stuck in traffic with the ambulance. Look, he telling people move. بما ان حضرته عامل اكونت باسم عربي امريكي في مصر، فمعنى كده ان المحتوى بتاعه موجه لمصر والمصريين وعلى الاطفال تحديدا، لان هم اكثر رواد مواقع السوشيال ميديا، علشان يخلق عند المشاهد المصري نوع من عدم الرضا ويبقى ناقم على بلده ويحسسه ان انت حياتك في بلدك ملهاش قيمه. فانا مهمتي من ساعه ما عملت الفيديوهات دي ان انا احط معلومه موازيه للمعلومه السلبيه اللي بتوصل لك من فيديوهات سلبيه. شايب عمره 71 سنة صدمته سيارة إسعاف والغلط على الإسعاف، بعدين سيارة الإسعاف شالته وودته للمستشفى، وهذا المفروض اللي يصير. تخيلوا غرموه $1800 عشان ودوه بسيارة الإسعاف، بعدين المستشفى غرموا $47,000 تكاليف المستشفى، وبرضو تكاليف العلاج راح تكلفه $50,000. شوفوا كيف أمريكا. صديقي الحقيقه ان في امريكا انت حياتك ملهاش قيمه، لو معكش $2000 تمن الاسعاف اللي هتنقلك فانت حياتك ملهاش قيمه. هم لقوك مغمى عليك او قاطع النفس فبرضه هينقلوك، وبعد كده تتأيد فاتوره ضدك. لو حضرتك ما سددتهاش هيتأيد محضر ضدك، وهناك الحبس حبس والغرامه غرامه، تعويض ما فيهوش كلام. اسعاف هناك مؤسسه تجاريه واستثماريه بحته ملهاش اي علاقه بالانسانيه. فانت لما بتوسع الطريق هناك من قدام عربيه الاسعاف فانت بتوسع الطريق ل $2000 ماشيين بسرعه داخلين خزنه الحكومه الامريكيه، مش عشان الانسانيه وعشان الرحمه والحياه والموت والكلام ده. انا مش هقول لك بقى هنا الاسعاف ببلاش والمستشفيات ببلاش ونخش في الجدال اللي ملوش لازمه ده، ولكن انا بعرض لك مشهد قدام مشهد. انا بحمي ابنك وابني من المشاهد اللي ممكن تخليه ناقم على البلد. بلدي كده مخ الاطفال ده ميموري، زي ما هتخزنه زي ما هيطلع نتاجه. لازم يتعرض قدامه الصورتين علشان يحقق التوازن حتى وهو بيفكر، عشان ما يطلعش ناقم كده في المطلق وهو مش فاهم او ما عندوش وعي بالصوره التانيه. بس كده يا صديقي، اشوفك على خير.